اكو روايات تذكر الامام الحسين اشترى ارض كربلاء اللي انقتل بيها ب60,000 درهم. طبعا بحثت حتى اعرف ايش قد يساوي 60,000 درهم من الفضة بوقتنا الحالي. بوقتهم كانت فلوسهم من الفضة، فهاي 60,000 درهم تساوي بوقتنا حاليا اكثر من 200,000 دولار، يعني تقريبا بالعراقي اكثر من 300 مليون. اشترى الارض من بني اسد ووصاهم يدفنوه بعد واقعة الطف. طبعا هاي الروايات بعضها ضعيفة وبعضها مرسلة، بس هي موجودة، يعني مو ما لها وجود. زين راح تسأل الامام الحسين عليه السلام منين له 60,000 درهم من الفضة؟ ترى الامام ما كان فقير، هاي فكرة غلط ماخذينها بعض الناس عن الائمة. الامام علي عليه السلام ورث لهم اراضي زراعية وابار، واصلا هواي روايات تذكر ان الامام الحسين كان يتاجر وعنده هواي نشاطات اقتصادية. مع كل هذا الغنى والاكتفاء عاف كل شيء، وضحى بنفسه وأهل بيته لأجل الدين وكرامة المسلمين.